أهلا بيكم يا أصدقاء. أنا تيا. النهاردة مش هناخد درس تاريخ عادي، إحنا هنركب آلة الزمن ونرجع لورا أكتر من 100 سنة عشان أحكي لكم حكاية أهم اكتشاف هز العالم. جاهزين للرحلة المثيرة دي؟ يلا بينا نبتدي. توت عنخ آمون، الملك الصغير اللي حكم مصر وهو عنده 9 سنين بس، ومات وهو لسه شاب. ورغم إنه حكم 10 سنين بس، إلا إن مقبرته فضلت سر مدفون تحت الرمل لآلاف السنين. لغز محير مفيش حد عرف يوصله. وهنا بيظهر بطل قصتنا، عالم الآثار الإنجليزي هاورد كارتر، اللي كان عنده حلم واحد بيطارده، وهو إنه لازم يلاقي مقبرة توت. ساب بلده وسافر لمصر وقضى سنين طويلة في وادي الملوك. كان بيحفر ويدور ويتعب، والناس بدأت تفقد الأمل، إلا هو كان قلبه بيقوله إن السر لسه تحت الرمل. وفي يوم ما يتنسيش في شهر نوفمبر سنة 1922، الحظ ابتسم أخيراً بصدفة غريبة جداً. طفل صغير اسمه حسين عبد الرسول كان بيساعد العمال ويشيل المية، وهو بيحط جرة المية على الأرض لقى أول درجة سلم محفورة في الصخر. كارتر جري على المكان وبدأ يحفر بلهفة لحد ما نزل للسلم ولقى باب مقفول بختم ملكي. ولما فتح فتحة صغيرة ودخل شمعته سألوه: "أنت شايف حاجة؟" رد بكلمته الشهيرة: "أيوة، شايف حاجات مذهلة." المقبرة كانت مليانة بكنوز ما تتوصفش، أكتر من 5000 قطعة. القناع الذهبي الخالص اللي خطف أنظار العالم، والكرسي الملكي، وحتى أدواته اليومية ومومياوات لحيوانات كانت معاه. كل حاجة كانت زي ما هي، كأن الزمن وقف عند لحظة دفن الملك. اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ما كانش مجرد لقية أثرية، ده كان البوابة اللي عرفتنا عظمة المصريين القدماء وإبداعهم اللي ملوش حدود. ولحد النهاردة لسه الملك الصغير بيبهر العالم بسحره. يا رب تكون الرحلة عجبتكم. لو حبيتوا حكايتنا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان نسافر مع بعض في مغامرات تانية كتير. أشوفكم الفيديو الجاي.